السفر لأمريكا. السفر إلى أمريكا، وده مشهد صغير هوضحه بعنوان شيطنة تصرفات حزب النور والدعوة السلفية. شيطنة زي ما حصل مع المبادرة وممكن يجي لها وقتها. شيطنة تصرفات حزب النور. اللي حصل ببساطة شديدة جدا ان حزب النور اتخذ قرارا بالتواصل مع الجاليات المصرية في كل دول العالم. 10 مليون مصري ده خارج مصر، اللي وصلهم اكاذيب وامور مغلوطة عن حزب النور وعن تصرفات حزب النور وعن برنامج حزب النور وعن طريقة حزب النور. بمجرد ان ذهبت الطلبات تأشيرات، هناك آلة مترصدة تعمل ايه بقى؟ عايزة تشيطن التصرف ده، لان التحرك ده تحرك قوي ضخم، تحرك كبير في صالح حزب النور، لازم يتشيطن. نشيطنه ازاي؟ خلاص حزب النور ينوي السفر الى امريكا لتقديم نفسه بديلا عن حزب الحرية والعدالة. السؤال الان، هل امريكا هي اللي بتجيب الاحزاب اللي بتقود؟ هل امريكا اللي بتعمل اغلبيات في مصر؟ ده سؤال بديهي، ده سؤال بديهي ينبغي ان يتوجه لكل الناس. امريكا اللي جابت الاخوان؟ امريكا اللي هتجيب الاخوان تاني ولا هتجيب غيرهم تاني؟ ده سؤال محتاجين ان احنا نجاوب عليه. اللي بيطلق الاشاعة دي محتاج يجاوب على السؤال ده. اللي بيطلق الاشاعة عشان يشيطن تحرك حزب النور اللي كان تحرك، وهو انا هقولكم دلوقتي مثلا نادر بكار اهو، اللي هو كان احد استاذ نادر بكار احد اعضاء القافلة التي خرجت وذهبت الى العواصم العالمية، بيقول بعنوان مقال بعنوان المصريون في الخارج جزء من الحل. بيقول: بعد رحلة استغرقت 10 ايام كنت اتنقل فيها بصحبة زملائي من عاصمة اوروبية الى التي تليها، حتى اكملنا 7 مدن كبرى. حاولنا اثناءها بشتى الطرق التواصل مع الجاليات المصرية على تنوع اطيافها. تأكد عندي الشعور بأن المصريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة أشبه بعملاق هائل القوة، لكنه مخدر الجسد لا يستطيع استجماع قوته، ومثبط العزم لا يجسر على فرض إرادته. فلو أردت اعتبار المصريين في الخارج جزء من حل كثير مشكلات الوطن، فأنصحك ساعتها بالتفكير في خارج الصندوق. وبدأ يتكلم على الملاحظات التي خرج بها، الملاحظات العظيمة التي خرج بها من هذه الرحلة. احنا كان القرار ان احنا نتواصل مع الجاليات المصرية في كل دول العالم. رقم 1 لنتعرف على مشاكلهم ونتواصل معهم، يعرفوا ان هم ابناء مصر وان مصر تبحث عنهم في اي مكان كانوا. وهتشوفوا رحلة نادر ورحلة استاذ نادر والاخوة الذين كانوا معه والاساتذة الافاضل الذين كانوا معه. هتشوفوا تقرير عن رحلتهم هذه، وهتشوفوا الجديد اللي هيقدمه حزب النور في تصوره عن الخارج، عن المصريين في الخارج. السفر الى العواصم العالم هذا من اجل التواصل مع الجاليات، واذا دعينا من اي دولة والتواصل مع اي سفارة، ده هذا حزب سياسي يتعامل مع سياسة الدولة، مش يعني انا مش عارف اقول ايه. ده حزب تتعامل مع سياسة الدولة، تتعامل مع كل الناس، تتعامل مع الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام التقى بوفود الدول كلها. ايه الاشكال؟ اذا كان هناك فرق في القياس، انا بقول لك ما المانع ان يلتقي حزب النور وقيادة حزب النور مع اي كيان طالما دعي اليه. ثم ان مسألة امريكا شيطنة الموضوع بمسألة امريكا دي امرين 2. الامر الاول ذهب الامريكا العرض نفس البديل. عرض البديل ده انساه. عرض البديل ده اذا كنت بتعتقده، انت بتعتقد ان مصر لا ارادة لها، بتعتقد ان مصر، ان المصريين لا وجود لهم، ان المصريين لا يعبرون عن انفسهم، محتاجين وساطة امريكا. اللي بيعتقد ده يبقى هو اللي عنده العيب، مش حزب النور. احنا لا نعتقد ان اي سلطة لمصر، سلطة في مصر تأتي الا من خلال الشعب. اللي عايز يقدم نفسه بديل بيقدم نفسه للشعب مش لامريكا. فيما يتعلق بالامر الثاني بقى اللي هو اللغط اللي حصل، ان الدكتور ياسر برهامي كان مقدم جوازه للسفر الى امريكا.
الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية يسافر للقاء المراكز الإسلامية في أمريكا كما سافر الكثير. الشيخ حازم نفسه سافر، تقدم للسفر لأمريكا هو نفسه. والشيخ ياسر لم يكن يستطيع أن يسافر قبل الثورة لأنه كان ممنوعا من السفر، كان لا يأخذ تأشيرة وكان ممنوع من السفر. ولما تقدم حتى بالتأشيرة حتى الآن لم تأتي التأشيرة. فالمسألة لماذا تقدم أثناء تقدم الإخوة بالتأشيرات حتى تنتهي التأشيرات مع بعضها، تخلص مع بعضها فقط. الشيخ ياسر ماله اللي عايز يعمله الشيخ ياسر ما يعمله الأستاذ نادر أو يعمله الدكتور بسام أو غيره من المسافرين. إذا كان مسألة عرض والقصة دي الشيخ ياسر مش هيقدم أي شيئا جديدا لو كانت مسألة كده، لكن هو مسافر سفر دعوي ليتواصل مع المراكز الإسلامية هناك. الإشكال قضية الشيطنة، قضية الحرص على شيطنة التصرفات والأفعال والتحركات، هذه هي القضية التي ينبغي أن نتخلص منها إذا أردنا أن يكون هناك نوع من النقاش الهادئ والحوار الهادئ والمعارضة البناءة والموالاة البناءة إذا أردنا ذلك. أما أن شيطان الآخر والقصة دي ده هيؤدي إلى إشكالات يتحمل وزرها الذي يشعلها.